تحول تاريخي مهم في المنظومة التربوية اللي غادي تنفتح على أفق جديد، في مقابل تخوفات اللي عبرت عنها بعض الآراء. الدراسة اللي دارها مع الملكي للثقافة الأمازيغية بالتعاون مع 6 الأكاديميات الجوية للتربية والتكوين، واللي همات بطبيعة الحال تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى القراءة والكتابة بتوظيف حرف تيفينا. هذه الدراسة هذه جريناها على واحد العينة ديال 1100 تلميذ وتلميذة، واللي تبينات النتائج على أن حرف تيفيناغ ورسمه وكتابته لا يشكل أي صعوبة بيداغوجية أقول لدى المتعلمين والمتعلمات. هذه الدراسة كذلك أعطتنا واحد النظرة على كيفية تعامل مع الإنتاج الكتابي باللغة الأمازيغية، سيما لدى غير الناطق باللغة الأمازيغية. بعد حوالي 10 سنوات على بداية التدريس، كيف يمكن إدار تقييم لشنو تحقق أو تنجز؟ منين كنرجعوا دابا باش نديروا واحد التقييم يعني لهذا المسار ديال الادراج ديال الامازيغيه، كنشوفوا بانه حنا بعاد بزاف على الهدف اللي حددته وزاره التربيه الوطنيه. علاش حنا بعاد يعني فيما يخص التعميم دابا وصلنا تقريبا لواحد 1,000,000 تلميذ وتلميذه في النظام التعليمي المغربي، خاصه في التعليم الابتدائي، في حين احنا كنعرفوا بان المنظومه فيها 3.5 مليون، مما يعني على انه من ناحيه الكميه احنا بعاد بزاف. ولكن في المقابل كنلقاو اننا كنتوفروا على جميع البرامج ديال التعليم الابتدائي، بما فيه الكتب المدرسيه ديال التلامذ، بما فيها الدلائل ديال الاساتذه، ثم كذلك على أنه التكوينات كانت مهمة، أنه كان تكوين ديال واحد العدد كبير جدا من المدرسين، وصل تقريبا لواحد 14,000 يعني أستاذ وأستاذة. كان الهدف التعميم في كافة الأقسام الأولى للتعليم الأساسي في أفق السنة الدراسية 2009-2010، لكن شنو اللي جرى؟ En ce qui concerne l'intégration de la langue amazigh dans le système éducatif, comme vous le savez, ça s'est fait depuis 2003. Mais aujourd'hui, quand on vient faire le bilan, il semble que le bilan soit catastrophique. Je le dis, je pèse mes mots, c'est-à-dire que nous devions, avec le ministère de l'Éducation, généraliser cet enseignement, mais apparemment, rien n'a été généralisé. Le ministère de l'Éducation nous donne les statistiques comme quoi c'est 15% des écoles qui ont été touchées, mais il me semble que c'est beaucoup moins. Nous qui allons sur le terrain, qui formons des enseignants, qui faisons des évaluations sur le terrain, et qui rencontrons plusieurs enseignants à qui on avait déjà donné des formations à l'époque, nous nous apercevons qu'en fait, dans beaucoup d'académies et de délégations, les choses n'ont pas avancé. القرار السياسي لإدماج الأمازيغية في التعليم في حاجة إلى برامج عملية قبل التطبيق، خاصة بعد ما أصبحت لغة رسمية للمغرب. سي جمال خلاف، مرحبا بك وكنشكرك على الإسهام ديالك في هذه الحلقة من برنامج شؤون الأمازيغية اللي هي مخصصة لموضوع تعليم الأمازيغية. سي جمال خلاف، كنت يعني فاعل رئيسي باعتباركم كنتم منسق على عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية خلال فترة التأسيس اللي هي 2002-2003 بالخصوص إلى 2007. هذه المرحلة كان فيها التفكير في المنطلقات والأسس الفكرية والتربوية والسياسية لإدراج الأمازيغية في النظام التربوي. فبغيت تعرفوا المشاهدين بهذه الأسس، شنو هي المنطلقات اللي تبنى عليها يعني برنامج تعليم اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية. شكرا سي أحمد على الاستضافة، ونشكر القناة الأمازيغية. في الواقع خلاف لما يعتقد الجميع، العمل في الانطلاقات الواجب اعتمادها لإدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية بدأ في ماي 2002، أي قبل إحداث هيكلة المعهد الملكي. نعم، قبل كان هناك عميد المعهد، ولكن لم يكن هناك هيكلة للمعهد، لم تكن هناك أشياء كثيرة. كان هناك لقاء مع مجموعة من خبراء
لسانيين، أدباء، أساتذة مبرزين، مكونين في المدارس العليا، اجتمعوا في يوم دراسي حول موضوع الأسس التي ينبغي أن تؤسس عليها اللغة الأمازيغية كلغة وكثقافة. وزير التربيه الوطنيه ذاك الوقت كان هو كان سي عبد الله السعف، الاستاذ عبد الله السعف. نعم كان الاستاذ عبد الله السعف، وكان في ماي 2002 بالضبط في مركز التكوين المستمر حي النهضه في بالرباط. هذا ذاك الاجتماع كان فيه واحد العدد ديال المداخلات ديال الناس اللي من بعد غادي يصبحوا مسؤولين مرموقين في المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وتوضعت واحد العدد ديال الاسس، المبادئ التي ينبغي ان تعتمد بالضروره في اي عمل يقام في تاسيس لتدريس الامازيغيه، وكذلك نقول يمكن ان نقول نواه من المنهاج تم الاشتغال عليها فيما بعد ديال منهاج اللغه الامازيغيه، منهاج تدريس الامازيغيه، منهاج الامازيغيه في التعليم الابتدائي. اذا كان عندنا من ذاك الاجتماع خرجنا بمبادئ واسس يمكن نعتبرها منطلقات مبدئيه، وخرجنا بوثيقه ديال حول المنهاج ما ينبغي ان يعتمد في تدريس الامازيغيه في مختلف السنوات التعليم الابتدائي في انتظار التقدم الى مسالك اخرى. من بعد هذا الملتقى استمر العمل، ولكن على مستوى لجينات مكونه من الحاضرين في ذلك الاجتماع، بحيث تم التدقيق في المنهاج، تم التدقيق في المبادئ، هي احتفظ بها كما هي، ولكن تم ترتيبها بشكل جيد. لما تشكل المجلس المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه وتعتمدت الحرف تيفينا كذلك، جاء وقت الانطلاق في تدريس الامازيغيه، وكان لابد ان يشتغل المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه مع الوزاره في اطار اتفاقيه شراكه مؤسسي، يعني وتوضعت اتفاقيه شراكه وقعها عن المعهد الاستاذ محمد شفيق، وعن اللي كان عميد هذاك الوقت، اللي كان عميد انذاك. كانت بداية المعهد، ولكن كانت هناك بنية إدارية. وعن الوزارة كان الأستاذ الحبيب الملكي. توقعت اتفاقية الشراكة في صيف 2003، وفي شتنبر 2003 تم الشروع في تدريس الأمازيغية في نسبة محدودة من المدارس، 344 مدرسة بالضبط، تمثل 5% من المدارس آنذاك. كانت 5% يعني التجربة انطلقت بهذا نعم هذا باقتراح من الأستاذ محمد شفيق، لأنه كان يفضل شأنه في ذلك شأن السي الحبيب المالكي كذلك، كانوا يفضلوا أننا نبدأ بواحد المجموعة محدودة من المدارس، ولكن نتحكموا في الانطلاق، عوض من نبداو بجميع المدارس وما نتحكموا في والو. ولهذا تم اعداد العده في صيف 2003 لتكوين الاساتذه. كونا تقريبا 900 استاذ لتكوين المفتشين، هادو اساتذه امازيغيين ديال التعليم الابتدائي اللي هما ممارسين. تعلمون بان الاستاذ ديال التعليم الابتدائي عنده ماشي متخصص في ماده معينه، عنده عده مواد، ومن ضمنها بالنسبه للامازيغيين سواء كان تدرس الرياضيات والفرنسيه او العربيه والمواد الاخرى، اللي هو امازيغي تدرس الامازيغيه في حدود غلاف زمني محدد للتلاميذ ديالو. اذا 900 استاذ تقريبا اكثر شويه،
وواحد العدد ديال اعتقد ازيد من 50 مفتش تكونوا في صيف 2003 قبل الدخول المدرسي ديال 2003. في 2003 بدينا الاشتغال في المدارس، في ديك 344 مدرسه. هذه المدارس تم اختيارها وفق مبدئين. اولا ان المدارس غادي تدرس الامازيغيه لجميع الاطفال في السنه الاولى ابتدائيه ناطقين بالعربيه او ناطقين بالامازيغيه، يعني بدون هي لغه الجميع. المبدا الثاني هو ان هذه المدارس ماشي بالضروره في المناطق التي يكثر فيها الناطقون بالامازيغيه. يعني عندنا كانوا في المدن، في جميع المدن، التراب الوطني. نعم، التراب الوطني، جميع النيابات كان فيها مدارس من في هذه العينه الاولى. انا ما تنفضلش العباره ديال العينه لان ما درناش شي اختيار عشوائي ولكن انتقينا واحد المجموعه ديال المدارس في كل نيابه اللي تيتوفروا فيها اساتذه امازيغيين قادرين باش يدرسوا الامازيغيه، وكوناهم في الصيف. بدا العمل في هذه المدارس، وكان لابد قبل ذلك ان نحدد الحصه الزمنيه التي ستخصص لتدريس الامازيغيه. بدانا انذاك ب3 ساعات، وتركنا الصلاحيه للمفتشين الذين يؤثرون الاساتذه الامازيغيين لتحديد كيفيه التي يمكن ان تستخرج هذه الحصه من حصص المواد الاخرى. يعني هذه كمحاوله اولى. فيما بعد سيتم تحديد نفس الغلاف الزمني الاسبوعي 3 ساعات، وسيتم تحديد اماكن هذه الحصص الامازيغيه في ايام الاسبوع وبالحجم الذي يخصص لكل فرع من الفروع الحصه، لان كان فيها هي الحصه مجزاه شانها في ذلك شان العربيه والفرنسيه واللغات كلها. هذه السنه الاولى كانت في نفس الوقت كانت فيها عمل كثير، لان كان ضروري نكونوا الاساتذه، ولكن كان كذلك خص نواكبوا ارساء الامازيغيه في المدارس في 344 مدرسه. اذا كان واحد العمل مكثف ديال المفتشين اللي تم تكوين لهم في صيف 2003. وفي نفس الوقت كان على المصلحه المركزيه، كنت مدير مركزي في التقويم والحياه المدرسيه والتكوينات المشتركه بين الاكاديميات. كان لابد من العمل كما يتقال بالفرنسيه لو كور كور، يعني كان ضروري ما تنكتفيوش غير بالعمل بالمذكرات والمراسلات والاتصالات الهاتفيه، كان تنزلوا الميدان احيانا لايجاد حلول لبعض القضايا اللي هي كانت هناك عراقيل كثيره ماشي بالضروره من سوء النيه، ولكن الناس ما عرفوش، الى درجه انه نعطيو مثال بسيط بسرعه. ان في يوم من الايام قال لي واحد المدير ديال الابتدائي ولكن هذه اتفاقيه الشراكه انا ما عمري شفتها وما عمري ما وقعتها، اذا انا ماشي ملزم بها. هذا مدير المدرسه الابتدائيه ما عارفش، يعتبر انه ما كاينش تواصل، يعتبر بانه ما معنيش ما يوقعه الوزير من اتفاقيه شراكه. ولكن هذا مثال بسيط يمكن يوقع في اي قطاع اي دوله، مما يدل على اننا في البدايه مشينا ما هو تربوي بيداغوجي، ما هو اكاديمي لساني، ولكن كانت هناك اغفال، اقول اغفال الجانب التواصلي، بمعنى ما واكبتش العمليه، لم تواكبها حمله تواصل وتحسيس، ما هي من غير ما هو مكتوب، مذكرات ومراسلات واتفاقيه الشراكه والوثائق والمنهاج ديال الامازيغيه والكتب المدرسيه اللي بدينا بها في السنه الاولى في التدريس الامازيغيه. من غير هذا الشيء هذا ما كاينش شي حاجه ديال التواصل باش اي مدير مدرسه اي استاذ يكون عارف الافاق، الرؤيه، الميكانيزمات، اللي مطلوب منه، اللي ما خصوش يديروا. يعني كان لابد من حمل التواصل. انا بكثير من
من تاخر. ما كانش يعني ربما نقدر نقول بانه هذا هو الحلقه اللي هي كانت ضعيفه في كانت بطبيعه الحال نواقص اخرى، ولكن الحلقه اللي هي ضعيفه هي التواصل. هي التواصل، نقص في التواصل على مستوى الاركام وعلى مستوى الوزاره وعلى وماشي ما تنعيب على حد، ولكن كان نقص التواصل، كان خص تواكب هذه العمليه اللي هي عمليه مهمه بالنسبه للبلاد. كان خص يكون عندها واحد التواصل بطريقه مهنيه، ماشي غير نجتمعوا نحاولوا نقنعوا بعضياتنا، لا، خص يكون داك الشيء مؤسس، ويكون كان ضروري تكون بنيه ديال التواصل وبرنامج ديال التواصل ويكون عنده نفس طويل. كان هناك توزيع ديال المهام بين الوزاره والمعهد، كيفاش كان هذا التوزيع؟ هذا التوزيع ديال المهام هو في كثير من الامور واضح، يحدده الظهير الملكي المحدث للمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وتحدده كذلك الاختصاصات قطاع وزاره التربيه الوطنيه، وتحدده كذلك اتفاقيه شراكه. ولكن دائما تيبقى واحد النوع ديال التجاذب حول مجالات الاختصاص. يعني كل واحد تيقول لك انا هذا مجال ينبغي ان ابت فيه وحدي، او لا يبت فيه احد دون استشارتي. هذه يمكن اشياء بسيطه بحال هكذا، ولكن كانت الحكمه بصفه عامه ان كل ما هو اكاديمي يترك للمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، باعتبار انها مؤسسه أكاديمية مسؤولة وفيها مختصين، وما هو بيداغوجي يترك للوزارة لأن لأن ذاك هو الاختصاص ديالها، ويتعلق بتدبير المؤسسات اللي هي تحت والجانب كذلك اللي هو كان شوية فيه نقص، هو أن الاختصاصات موزعة إلى قطبين، المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه والوزاره. ونحن نعلم بان الوزاره انذاك كانت وصلت لواحد المستوى من لا مركزيه ولا تمركز، كانت اكاديميه جهويه للتربيه والتكوين، ولم يكن في نظري التهيئ الكامل، التهيئ الدقيق لادراج الامازيغيه في المسارات الدراسيه مع سيدات السادة مدير الأكاديميات ونائبة ونواب الوزارة على الأقاليم. يعني كان دائما ترجع للتواصل، يعني كان التواصل هنا حول الاختصاصات، لأن عندهم اختصاصات، لأن في نهاية الأمر فين غادي تدرس الأمازيغية؟ ما غاديش تدرس في السيرفيس سنترال في المصلحة المركزية، غادي تدرس في المؤسسات التعليمية، في الابتدائي، في الجهات وفي النيابات، وأقرب مسؤول من المدارس هو السيد ولا السيده النواب والمدير الاكاديميات الجهه. كان هذا ما كانش واضح شنو، خلاف ان الاكاديميات والنيابات تنفذ ما يتم اتفاق حوله على مستوى الوزاره. كان ضروري يكون واحد النوع ديال تحديد الاختصاصات حتى على مستوى، يعني فيما يتعلق بالاكاديميات بان في ذيك الفتره انه من 16 أكاديمية فقط 9 اللي عملوا دورات ديال التكوين، وهذا معناه أنه واحد النسبة كبيرة ديال الأكاديميات ما باش نتكلموا واش فقط العامل التواصلي ولا كاين هناك عوامل أخرى؟ لا، كاين عوامل كثيرة. كاين أولا بزاف الناس ما فاهمينش الموضوع، ما فاهمينش مزيان يعني في التفاصيل ديالو، لأنه ما كانش تواصل. ولكن وكان كذلك المسألة ما فيها ما يحتاجش الإنسان يتغاضى عنها. كان هناك بعض المديرين الأكاديميات اللي هما كان عندهم موقف، يعني كان لابد أن يتدخل الوزير بنفسه أو أن يتدخل على مستوى الأكاديميات بمعنى الجانب الإيديولوجي، التدليل بعض الساعات، ما عرفتش واش سياسية، ما عرفتش قناعات سياسية ولا مشكل أولويات.
الميدان فيه مشاكل كثيره، وخصوصا متى تكون في الوقت ديال الدخول المدرسي تكون قضايا كثيره تاتي في نفس الوقت، ويرى المسؤول نفسه ملزما بوضع اولويات. يعني كانت الامازيغيه انذاك تاتي بعد ضمان الاساتذه للمؤسسات. لما تقول له خصني نخصص اساتذه الامازيغيه تقول لك انا ما عنديش، هذه المنطقه ماشي امازيغيه. هذو كلها تاويلات اللي ما يمكن تصدر الا من شي واحد اللي ما عرفش او يمكن ما بغاش. ولكن تدريجيا تم اقناع الجميع بان، واقتنع الجميع بضروره المضي قدما في المشروع. واش ما كانش هناك مشكل قانوني لكي يجعل ان قرار ادراج الامازيغيه في التعليم ما كانش عنده طابع الزامي بحكم عدم وجود الامازيغيه في الدستور، عدم وجود قوانين ذاك الوقت؟ لا ما كانش هذا عامل ايضا؟ لان كانوا كيتعاملوا بحيله اختياريه. لا هو المذكره الاولى اللي صدرت فيها انها اجباريه، ما كاينش هي اجباريه ولجميع التلاميذ في السنه الاولى حيثما كان متوافرا استاذ اللغه الامازيغيه. سولتني على التكوين. بطبيعه الحال كان قبل ما نجاوب على السؤال الثاني كان مشكل التكوين ديال الاساتذه، ولكن تطرح حتى السنه اللي من بعد. السنه الاولى كونا ديك 900 استاذ، من بعد كان خص يكون دورات تكوينيه في وسط السنه لتعميق التكوين. دورات تكوينيه كان العدد ديال المكونين اللي هما على علم بالمقاييس المعتمده في المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه كان عدد محدود، يعني 5 6 الناس كان عليهم يحضروا في الاكاديميات، يكونوا الاساتذه ويكونوا المفتشين. وفي نفس الوقت كانت الهاجس ديال عدم اضاعه وقت الدراسه للتلاميذ وبرمجه دورات تكوينيه اثناء العطل، بمعنى اننا في ديك الدوره البينيه اللي تتكون فيها اسبوع في نوفمبر كان خص 16 اكاديميه ينظموا دورات تكوينيه ديالهم، وما يمكنش 5 الناس من اللي ركام ياثروا 16 اكاديميه. يعني هذا غادي يحلنا على واحد اشكال اخر غادي نذكروا فيه الى كان الوقت، على يعني كان ضروري يكون عندنا اكثر من ذاك العدد ديال المختصين اللي تكوين الاساتذه. لو كان خدينا بعين الاعتبار، لو كان خدينا الاحتياط على مستوى المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه باش ما يكونوش فقط الفريق ديال العاملين بالمعهد، ولكن كذلك يكونوا امتدادات. هنالك مئات اللسانيين الامازيغيه في الجامعات لم يتم استعمال الا القليل منهم في التكوين ديال الاساتذه، بحال دون تغطيه كل هذا. يعني هذا من القضايا اللي هي كانت شيئا ما تعتبر معيقات بالنسبه لتقدم النجاح في المشروع، ولكن تم استدراك تدريجيا. ربما نقص من الوتيره ديال التكوين، واضطرينا باش نكونوا الاساتذه خارج العطل، ودونك تنضيعوا الوقت التلامذ في الاستاذ ملي ما تيكونش الاستاذ راه في الابتدائيه، يعني القسم جوج الاقسام ما تيقراوش. هذا كان مشكل. على كل حال قبل ما نتابعوا النقاش ديالنا استاذ جمال، كنحيلكم على الروبورتاج التالي. إذا كان تدريس اللغة الأمازيغية عرف التعثرات في المسار ديالو، ففين كتكمن جدية القطاع الوصي والجهات المسؤولة، خصوصا بعد الإصلاحات الدستورية المهمة اللي عرفها المغرب مع الحكومة الحالية وكذلك مع الدستور؟ كنا كننتظروا انه يكون على الاقل واحد المجموعه ديال الخطوات اللي هي كتوازي العمل اللي كيدار على مستوى يعني العمل على مستوى ديال اخراج القوانين الى اخره. ولكن للاسف كنلاحظوا بان هنالك بقينا في ذاك النقطه اللي كانت في 2007. هذه السنه مثلا عندنا تكوين واحد اللي دارته واحد الاكاديميه، وهي الاكاديميه ديال الحسيمه تازاتاونات. ايضا بقى توقف ديال تدريس اللغه الامازيغيه في الاعدادي، وان كان هنالك يعني فتح واحد المجموعه ديال
ديال لي فيليير ولا المسالك على المستوى ديال الجامعات، وهي قليله بطبيعه الحال. الارتباك اللي حصل في تعليم الأمازيغية ولو تعاقبت السنوات الدراسية كيتلاحظ أنه ما تمش اتخاذ الإجراءات اللي من شأنها تعبر على جدية قرار تدريس الأمازيغية، خاصة في سنة 2007 اللي جات فيها حكومة جديدة بسياسة قديمة تجاه الأمازيغية. كاين واحد العدد ديال الانجازات اللي تنجزات على المستوى مثلا التكوين في المراكز ديال تكوين اساتذه ديال التعليم الابتدائي. اذن هذه كلها انجازات مهمه، لكن كاين مشاكل على المستوى ديال الميدان. ملي كنمشيو للميدان يعني على المستوى ديال التعليم الابتدائي كنلقاو بان التلاميذ ما كيقراوش بصفه منتظمه. كاين التلميذ اللي كيقرا السنه الاولى وما كيقراش السنه الثانيه، وربما ما يقراش السنه الثالثه، يمكن يقرا السنه الخامسه والسادسه الى اخره. انطلاقا يعني من 2007 وقع واحد التوقف في العمليه ديال التكوين، وقع واحد التوقف على مستوى ديال التكوين، ما بقيناش انه كنديروا داك التكوين اللي كنا كنديروه من قبل. وعلى مستوى ديال الامازيغيه ايضا لاحظنا بان هنالك ايضا توقف لا كونتينيتي يعني على مستوى ديال الاعدادي، بحيث انه ما بقيناش ايضا يعني داك كل سنه كنا كنزيدوا واحد المجموع واحد المستوى، ولكن توقفنا في السنه السادسه، وهذا ادى الى واحد المجموعه ديال الاختلالات. الجدية ربما تحدث في مؤسسة التكوين، أي من قبل الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم. Cette démarche d'aller former des enseignants qui sont déjà en fonction et à qui on donne 3 heures seulement de formation ou 5 heures de formation n'a pas donné ses fruits. C'est-à-dire c'est une langue à part entière, elle doit être traitée comme les autres langues, donc il faut vraiment une formation sérieuse pour qu'un enseignant puisse enseigner véritablement cette langue amazigh. Maintenant, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait plutôt, pour pouvoir généraliser le plus rapidement possible, des enseignants spécialisés. Pendant 4 ans, il y a eu un blocage total. Ces dernières années, il n'y a pas eu de formation, il n'y a rien eu. En ce moment, il n'y a toujours pas de formation depuis qu'elle est officielle. Donc, on se demande qu'est-ce que le ministère de l'Éducation attend pour généraliser cette langue et pour faire en sorte de la traiter comme une langue officielle de l'État. في الوقت اللي كتقدم الحكومات المتعاقبة مشاريع إصلاح التعليم كالبرنامج الاستعجالي مثلا، تزامن مع قرار وقف تدريس الأمازيغية في الثانويات الإعدادية والتأهيلية. أستاذ خلاف، هذه المعطيات كلها ديال التأسيس والعوائق اللي رافقت هذه العملية جعلت الكثير من الملاحظين وخاصة في الإعلام وفي المجتمع المدني يقولوا بأن هناك تسرع أو ارتجال في إدراج الأمازيغية في التعليم. إلى أي مدى يصح ذلك؟ ما من شك أننا لم نكن مهيئين 100% بالدقة والكمال اللي تنتمناه، ولكن التسرع لا أعتقد. احنا تأخرنا قرون 50 سنة. التسرع لو كنا بغينا نتسرعوا كنا وضعنا مذكرات نقولوا بأن تدرج الأمازيغية حيثما يوجد أساتذة الأمازيغية. إذن كان غادي يكون عندنا آلاف المدارس، وديك الساعة ما غاديش نكونوا نتحكموا في المسار ديال العملية. لم يكن هناك تسرع. أنا أعتقد بأنه لم يكن هناك تسرع. كانت كأي مشروع، كأي ورش، أنا أعتبر هذا مش ورش، كأي ورش يصعب النجاح 100% أو تحقيق كل الأهداف بالقدر الذي نتمناه. هو مشروع يتحسن تدريجيا كلما ظهرت إكراهات، كلما تضافرت جهود الجميع لتجاوزها. هكذا كانت التجربة، وهذا كذا بدأ الورش. لا أعتقد أن هناك تسرع ولا ارتجال. يعني اللي تيفكر بهذا النظرة ديال الارتجال هو اللي باغي يأخرنا على البداية. علاش؟ لأن إلا بغينا ننتظروا حتى يكون عندنا الأساتذة مكونين
التكوين اللازم، حتى يكون عندنا الكتب المدرسيه كاملين واجدين، حتى يكون عندنا الوثائق الاكاديميه في الامازيغيه اللي وضعها الاركام تدريجيا بموازاه مع العمل ديال الورش. غادي نبقاو ننتظروا. هذا تفكير خطي، هذه عاد ندوز الاخرى. الورش هكذا الاورش تبدا بنواقصها وايجابياتها، ولا اعتقد شخصيا ان الورش كان مرتجلا ولا كانت تشوبه. هذه الفترة ما بين التأسيس و2007 عرفت نوع من الحماس والنقاش عمومي مستفيض، وكان هناك أيضا حماس عند المدرسين اللي تكونوا إلى آخره، وتزاد عدد المدرسين وتوسع يعني العدد ديال المدارس بالتدريج. لكن فجأة ما بين 2007 حتى 2011 وقع واحد الجمود كبير في ملف التعليم، لدرجة أنه وقعت تراجعات. المدارس اللي كان كيتدرس فيها الأمازيغية ما بقاتش. يعني لاش راجع في الوقت اللي كان منتظر أنه الورش يتوسع وينجح أكثر، وقع العكس من ذلك، وقع تراجع. نعم. أنا عندي المعطيات في دقيقة حول الفترة التي كنت أشرف فيها على المشروع من 2002 حتى 2007، لأن بعد ذلك التحقت بالمجلس الأعلى للتعليم. هذه الفترة ديال 2002-2007 كان تطبيق مخطط، وكان مخطط في البدايه، لان حتى هذا تيبين بان ماشي ارتجال. لان وضعنا مخطط ديال تدريس الامازيغيه خمس سنين، على اساس اننا نبداو في 5% ديال المدارس في السنه الاولى، السنه الثانيه نضيفوا 10% ديال المدارس، وتدريجيا وفي 2009-2010 كان خصنا نكونوا وصلنا عموديا لنهايه السلك الابتدائي، يعني وصلنا للشهاده الابتدائيه، وافقيا وصلنا عممنا، ماشي عممنا 100%، ولكن في المدارس الاولى، في المدارس الاولى هذيك 344 خصها تكون تعممات الامازيغيه لجميع المستويات، ولكن كذلك توسعت تدريس الامازيغيه في عدد كبير من المدارس. على اي كان المخطط كذلك ان التدريس الامازيغيه يشتغل يبدا في شتنبر 2009 وينتهي في 2012، ويبدا تدريس الامازيغيه في الثانوي التاهيلي في الليسي بعد ذلك. هذا المخطط نشر معروف، تنشر في الجرائد، وتم التداول حوله ما بين الوزاره والمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وتم توزيعه على الأكاديمية والنيابات، وفي جميع التكوينات التي نظمت لفائدة الأساتذة أو المفتشين كانت هذه الوثيقة موجودة، كان الجميع على علم بها. يعني كنا ملزمين أننا في كل سنة نزيدوا عدد المدارس يوازي ما هو مخطط له. كانت هناك، ما كناش ننجحوا دائما في هذا، أحيانا كنا نتجاوزوها في بداية السنة، ولكن في وسط السنة كانت توقعوا بعض المرات بعض الاختلالات اللي هي راجعة أولا لحركية الأساتذة. تكون عندك أستاذ في واحد المدرسة حسبها تنتقلوا لأسباب شخصية، تنتقلوا للمدرسة ما فيهاش الأمازيغية، إذا ضاعت لك مدرسة. ولكن ملي تمشي لمدرسة أخرى، تمشي لمستوى آخر، يمكن ما غاديش يعاود يبدا من السنه الاولى. على كل حال احيانا كنا نعتمدوا هذا الحل، ما يفسر احيانا بعض الاختلالات في التوسيع. احيانا تتوسع المدارس بالنسبه التي نريد، واحيانا باقل منها، ولكن هذا هو المخططات. جميع المخططات ما تطبقش 100%. الناس اللي هم التراجع اللي وقع، الناس اللي تعرفوا اي مخططات في اي قطاع كان تعرفوا بانه كاينه واحد النسبه مئويه ديال اللي ما غاديش تحقق، ولكن خص الواحد يحقق اكبر قدر ممكن. اعتقد بان السنوات الاولى حتى 2007 كان التقدم
ماشي بديك الوتيره، ولكن كان تقدم مزيان في المؤسسات، وكان ارساء ثقافه التدريس الامازيغيه ما بين الاساتذه، وكان تكوين الاساتذه والمفتشين، تكونوا بعض المديرين، وتفتح تكوين في مراكز، بعض المراكز ديال تكوين المعلمين مثلا في تيزنيت على سبيل المثال، ومراكز اخرى. يعني كانت واحد النوع ديال الحيويه، ولكن كان تتبع يومي. كانت خليه تشتغل معي انذاك تتتبع ما يجري في المدارس من خلال الأكاديميات، من خلال تبادل التقارير، من خلال الوثائق، أحيانا في أي مكان. إذا كان هناك متابعة. نعم، كانت متابعة صارمة ودقيقة ويومية للملف في جميع المدارس التي كانت تشملها آنذاك الأمازيغية. بعد 2007 ما عنديش التفاصيل، باقي متبع شوية، ولكن يعني يبدو واضحا أن هناك، لا أقول ربما غادي صعب نقول تراجع، ولكن على الأقل يعني ما كانش ديك الوتيرة، ما بقاتش كيف ما كانت. يعني الوتيرة في المتابعة يمكن السبب هو المتابعة ربما، ولكن الوتيرة ديال التوسيع وصلت الأمازيغية في 2008 9 للسنة السادسة، ووقفت عند ذلك المستوى. ما تمش إعداد العدة للإعدادي، لأن الأستاذ ديال الإعدادي أستاذ مختص. إلا كان غادي تدرس الأمازيغية في الإعدادي خاصة تكون أستاذ مختص، يعني أكاديميا خاصو يكون عنده إما الدوك أو الإجازة في اللغة والآداب الأمازيغية. لم تكن الجامعة آنذاك توفر يعني على هذه المسالك. تفتحت يعني مسالك اللغة الأمازيغية في بعض الجامعات، وكذلك تجربة الماستر. دابا كيفاش كتشوف هذا؟ أنا جميع المسالك اللي هي تفتحت اللي يمكن تفتح في الأمازيغية كلها إيجابية وكلها مرحبا بها، لأن الفراغ الحاجة ماسة سواء في التعليم أو في قطاعات أخرى إلى هذه التخصصات. فقط ينبغي عندما نكون طلبة في الماستر ينبغي أن نعرف إلى أين نسير، ما هو مصير هؤلاء. لحد الآن مصير هو البطالة، يعني عندنا خريجين هذا هما كيوقفوا قدام البرلمان. هذا معناه أننا خلقنا مسالك بدون رؤية. ولكن الرؤية كانت عند الوزارة هي أن هناك نقص في الموارد البشرية. علاش هاد الناس ما يغنيوش الموارد البشرية مثلا؟ من الناحية النظامية، أستاذ التعليم الابتدائي في وقت ما كانوا تاخذوه من البكالوريا وتيدير سنتين ديال التكوين بيداغوجي في المركز مراكز تكوين المعلمين كانوا 33 مركز. هذا من الناحية القانونية. من الناحية التنظيمية بعد ذلك أصبح الأستاذ ديال التعليم الابتدائي تياخذوه بالدوك وتيدوز في المراكز التربوية الجهوية سنة ديال التكوين البيداغوجي. بمعنى أنه ما كانوش الوزارة تطلب الماستر باش يدخلوا الأساتذة التدريس بالابتدائي. هذا النقطة الأولى. يعني ما كانش هذا المشروع مرتبط بسوق الشغل. لا، ما كاينش هناك انسجام ما بين ما نكونه وما نحتاج إليه في التعليم الابتدائي. ما يتعلق بالإعدادي كان كذلك التكوين ديال الأساتذة في مراكز التربوية الجهوية. كاين 13 مركز تربوي جهوي، منهم واحد متخصص في التكنولوجيا ديال السطات. هذه المراكز التربوية الجهوية 12 تيكونوا أساتذة إعدادي اللي عندهم الدوك أو الإجازة لمدة سنة في التكوين البيداغوجي، دائما ماشي الماستر. ثم الماستر اللي تفتحوا في الجامعات لا أعتقد أنها ماستر ديال اللغة والأدب الأمازيغية. هذا هو إلا بغينا ندرسوا الأمازيغية في الإعدادي خاصنا تكوين إجازات في اللغة والأدب الأمازيغية باش يمكن لهم يلتحقوا بمراكز التربوية الجهوية، الآن تسمى مراكز الجهوية لمهن التربية، باش يتخرجوا أساتذة مختصين في تدريس اللغة
ماشي أي تخصص، لأن الأمازيغية هما كيكونوا أصلا مكونين في تخصصات مختلفة، ولكن تيكونوا غالي أغلبيتهم الماستر كيدير اللغة والثقافة واللغة والأدب. أغلبيتهم أساتذة ديال طلبة ديال عندهم إجازة في الفرنسية، اللغة الفرنسية وأدبها. الماستر ماستر دبلوم ديال البحث. هذوك لي فوندامونتو ديال اللغة تيداروا في الإجازة، سواء بالعربية أو الفرنسية أو لا أي لغة. لا بد من واحد العدد ديال المضامين يتحكم فيهم الطالب باش يمكن له يدرس اللغة. فهذا أنا أعتقد بأنه كان أجدى أننا نفتحوا إجازات في اللغة والأدب الأمازيغية، وبعد ذلك يأتي الماستر. هذا معناه خاص شعب، إما شعب أو قائمة بذاتها. ما شنو غادي يكلف هذاك الشيء؟ لأن بان أن تجربة المسالك مرتبطة بشعب أخرى، إما مرتبطة بشعبة الفرنسية أو العربية. يعني لن يكلف ذلك التعليم العالي ولا الجامعات ولا الكليات، كليات الأدب والعلوم الإنسانية. كثير من الإمكانات والأطر موجودين. حتى إذا ما استطعناش نبداو في الجامعات كلهم، في كليات الأدب كلهم، نبداو في هذيك الكليات اللي فيها واحد العدد كبير ديال اللسانيين في الأمازيغية موجودين في معظم الجامعات فيهم. يعني ما كاينش عندنا الإجازة في الإجازات، مسالك الإجازات في اللغة والأدب الأمازيغية، ما غاديش نستطيعوا ندرسوا الأمازيغية في الإعدادي، لأنه الحل اللي اعتمدنا في الابتدائي ما يصلحش الإعدادي ولا التأهيل. المراكز ديال التكوين الآن ديال مهن التربية والتكوين اللي تدرجت فيها الأمازيغية، واش ممكن إلى أي مدى ممكن؟ لا، هي مراكز مؤهلة لذلك، ولكن أين الحد الأدنى الأكاديمي؟ لأن هذه المراكز تكون لجانبيات أكاديمية معينة. إلا بغيت تكون الإعدادي بجانبية معينة ديال الأكاديمية، خص إجازة ديال اللغة فيما يخص الأمازيغية. ما كاينش الآن. أو إذا كان الثانوي التأهيلي خاصنا. إذن هذا معناه أن شعب الأمازيغية غادي تحل هذا المشكل بالنسبة هذا أولا معناه أننا ونحن نتقدم في ورش تدريس الأمازيغية في الابتدائي على الأقل سنتين قبل الوصول إلى السنة السادسة من التعليم الابتدائي. كان لابد أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والوزارة ديال الوصية على التعليم العالي يوضعوا اتفاقية شراكة ويحدثوا مسالك ديال الإجازة في اللغة والأدب الأمازيغية. بدون هذا المسالك أتحدث أنا فقط عن المسالك. الآن كيف تنتظم داخل الكلية هذا تظهر لي إن لم نكن الآن قادرين على تخصيص شعب للأمازيغية فسيأتي ذلك فيما بعد متأخرا، ولكن سيأتي فيما بعد. الضرورة تقضي أننا عندنا شعبة لكل لغة. كاين حتى في بعض المواد أخرى اللي هي غير، علاش ما تكونش في الأمازيغية؟ يعني 2011 جاب معطى جديد هو ترسيم اللغة الأمازيغية، ومن بين الأمور اللي يقرها الدستور قانون تنظيمي يحدد كيفية إدراج الأمازيغية في مختلف القطاعات، ولكن ذكر التعليم يعني في الأولوية، ذكر التعليم وكل القطاعات، بمعنى أعطى نوع من الامتياز للتعليم. أستاذ خلاف، كيفاش كتشوفوا القانون التنظيمي وشنو اللي خص ينص عليه فيما يتعلق بالتعليم بالخصوص من أجل إنجاح تعليم اللغة الأمازيغية؟ أولا من طبيعي أن التعليم، وعندما أقول تعليم أقصد التعليم بمختلف أسلاكه. نعم. من طبيعي أن التعليم يعتبر جزء أساس في ترسيم الأمازيغية. لماذا؟ لأن القطاع التعليم يكون لنفسه ويكون لقطاعات أخرى. القطاعات كلها. متفقين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بغض النظر عن تكوين الأساتذة في مختلف الأسلاك. نعم. في الجامعة وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية فيما يتعلق بالابتدائي،
بغض النظر عن تكوين الأساتذة والمفتشين، ينبغي أن تكون لنا نظرة في هذا القانون التنظيمي حول ما ينبغي، الكيفية التي ينبغي أن ترسم بها الأمازيغية في مختلف القطاعات. ما كاينش قطاع واحد اللي ما معنيش بالأمازيغية. كاين هناك تفاوت بطبيعة الحال. كاين اللي هو مستعجل، القضاء مستعجل، البرلمان مستعجل، الداخلية مستعجلة، الصحة مستعجلة، الثقافة مستعجلة، كل هذه المياه ممكن نقولوا أن الأولويات المجالات كلها أولويات. المياه والغابات المستعجلة، يعني هذه كلهم قطاعات اللي هي مرتبطة بالناس، وما يمكنش ما يكونش الترسيم الأمازيغية وباش اللي يسمح بأخذ بعين الاعتبار حاجية هاد المواطنين والمواطنات ونتكلموا معهم بلغتهم. هذا مجال. إذا خصنا نعرفوا شنو غادي تكون التعليم العالي مثلا، شنو غادي يكون التعليم العالي للإعلام، شنو غادي يكون التعليم العالي للداخلية، شنو غادي يكون للقضاء، شنو غادي يكون لمختلف القطاعات، وشنو هي الأولويات. وبطبيعة الحال هذا تيستلزم رصد اعتمادات في شكل مناصب مالية، واعتبار ترسيم الأمازيغية ملف ينبغي بالضرورة وبكل استعجال أن يحظى بالأولوية، وتكون واحد النوع ديال التمييز الإيجابي، لأن على الأقل الاستدراك ما تم. نعم، بعض الأطراف كتشوف بأنه باش يتم هذا العمل بالشكل المطلوب خاص تكون بحال شي هيئة أو شي قسم أو شي حاجة في الدولة، في الحكومة، اللي تسهر على عملية تفعيل رسمية الأمازيغية. إلى أي مدى نحن بحاجة إلى هذا؟ هي خصها تكون عندنا بعد رؤية باش نشوفوا شنو نسقوا فيها. ما نخلقوش الهيئة عاد نبداو نقلبوا لها على وظيفة. الوظيفة هي كيفية ترسيم الأمازيغية في جميع القطاعات، باعتبار أن ترسيم الأمازيغية يمر بالضرورة عبر تكوين أطر في مختلف القطاعات. متفقين؟ لما غادي تكون عندنا هذه الرؤية واضحة، ويكون عندنا الحاجيات ديالنا واضحين، يكون عندنا واحد المخطط خاص بكل قطاع، تكوين أطر كل قطاع، وكيفية التعامل مع اللغتين الرسميتين في مختلف القطاعات. أنا ذاك يمكن لنا نخلقوا هيئة تنسق بين القطاعات، أو فقط نكلف كل قطاع بتصريف ما يتعلق باختصاصاته. أنا أعتقد بأن الهيئة مزيانة، ولكن هذه الهيئات لما تكون إذا كانت داخل القطاعات الحكومية غادي تكون مفيدة، وإذا كانت خارج القطاعات الحكومية غادي يكون عندها نفس المصير بحال واحد العدد المؤسسات اللي هي تتنظر السياسة من الفوق وما كتكونش فاعلة. يعني ما كاينش شي حاجة، هي موازية وصافي. لغة رسمية، هل يعني هو مقبول أن تبقى حصة تدريسها 3 ساعات؟ لا أعتقد. ينبغي أن تكون هناك مساواة حتى في الحصص الزمنية للغات. الآن الأمازيغية تدرس في 3 ساعات في الأسبوع في الابتدائية، أقول لأنها تدرس بالابتدائي فقط. هي أقل قليلا من الحصة ديال اللغة العربية والحصة ديال اللغة الفرنسية، وحتى الحصة ديال اللغة الأجنبية الثانية لما نوصل إلى نهاية الإعدادية أو الثانوي. يعني وهذه مسألة تقنية بيداغوجية يمكن أن تتصرف فيها قطاع التربية الوطنية بكل سهولة. مثلا أنه معقول عدد حصص الأمازيغية أسبوعيا؟ نعطيك مثال من الواقع. أنا الآن أشتغل مدير برنامج مدرستكم في موازاة مع عملي في التدريس في مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة. عندنا 61 مدرسة تندرسوا فيها 6 ساعات في الأسبوع. 6 ساعات في الأسبوع،
وفي المستويات 6 ديال الابتدائي. وبالنسبه للتعليم الاولي وما قبل المدرسي في المناطق التي توجد فيها الامازيغيين بكثره تعتبر الامازيغيه في التعليم الاولي لغه ولغه تدريس، ليس فقط لغه فقط، هي لغه تدريس تدرس بها تعلمات في مختلف المجالات. واذا اعتقد كما هو شأن بالنسبه للغه العربيه في المناطق التي توجد فيها هذه المدارس تدرس العربيه المغربيه كلغه وكلغه تدريس تعلمات مختلف المجالات الاخرى. هذا في التعليم الاولي. يعني اعتبر شخصيا بان 5 ساعات هي الحد الادنى الذي لا ينبغي ان ننزل تحته فيما يتعلق بحصه اللغه الامازيغيه وحصه اللغه العربيه. الان اللغه العربيه تدرس ب5 ساعات. اعتقد بان الامازيغيه يمكن لها تاخذ نفس الحصه، انها فيها واحد النوع ديال الانصاف بالنسبه للامازيغيه، وكذلك نعم ضمان للمساواه حتى لا تتم التاويلات التي نحن لسنا بها الحاجه اليها. شكرا استاذ جمال خلاف على الاسهام ديالكم في هذه الحلقه. السيدات والساده النظار الاعزاء، قبل ما نختموا كنعرفوا ببعض الاصدارات الجديده. من بين الإصدارات الهامة كتاب Deads de l'organisation sociale traditionnelle à la domination coloniale للأستاذ محمد منور، وهو من إصدارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. من بين الإصدارات كذلك كتاب الزوان للحج بالعيد، ويضم مجموعة قصائد مدونة للرئيس الحج بالعيد مع كتابتها الموسيقية من تنسيق الأستاذ بالعيد العكاف، وهو من إصدار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هكذا كنجيو السيدات والسادة النظار الأعزاء لنهاية هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كويا مغلابي كويا نسلم هادي صغوي وتي فرنسيين يخصها خلنا نضرب فينا المدن ولكتش من غير في غلوين فيليب ديد تسوف غد شاوال زقو قمون نك ما غيجرون ذا المرحوم ولي تيلي قمون اجي المرحوم كتيساع يخافوا قاتدود وغاتدود. ثق فوانسا اسايس اسيسين استفراسو مزروي تمريت بطبيعه تنظيمين المغرب. ثق فوانسا انا مقارن كويا ملاس يساغنا سيد خف ميورين ذ العوايد نديمين اريتاكا اثي يوسف فلوني عريمن. ثق فوانسا اصل 4 كويا ملاس املاس هذا تنظيم تنزاوي الشيخ. إصنفارنا مقرن نتمازيل تأثر ديتو مرزنا أجزوما مزوارو انتقراو تديوش كان ماني الكميس نفرنا مقرنا اللي بدانا زغوس بواس نوال 1999. ماني الكميس نفرنا هذا مقرنا اختماواس نسموتي دي التجهيز أصنفارن تي جي في أي كان أسكسل انتقراو تديوش كان ميجانا وتاسد مسان